السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في العالم العربي، معكم نور الدين حساني من المغرب. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن طريقة الربح الثانية مع شركة ألوان كون، وهي العمولة من الشبكة. تحصلون على 10% كل أسبوع كإرباح على الجهة الضعيفة، مع العلم أن النقاط المتبقية تبقى مخزنة إلى الأسبوع القادم. مثال لكي نفهم أكثر هذه الطريقة الربحية الأكثر من الرائعة. هنا مثلا عندما أقوم بشراء الباقة فإن توجد عندي الجهة اليسرى والجهة اليمنى. فمثلا في الأسبوع الأول أحمد أخذ الجهة اليسرى وسلمى أخذت الجهة اليمنى. بالنسبة لسلمى وأحمد، سواء أنا من قمت بجلبهم أو الأشخاص المتواجدين فوقي هم من قاموا بجلبهم. فلنفترض أن أحمد دخل بباقة 5000 يورو والتي تعطي 5000 نقطة، وسلمى قامت بالدخول بباقة 1000 يورو والتي تعطي 1000 نقطة. الشركة دائما ما تعطيني أرباح على الجهة الضعيفة، وفي هذه الحالة سوف تعطيني الأرباح على الجهة اليمنى لأن الباقة هي باقة 1000 يورو. إذن هذا الأسبوع سوف يتبقى 0 نقطة في الجهة اليمنى و4000 نقطة في الجهة اليسرى، لأن الشركة سوف تقوم بخصم 1000 نقطة من الجهة اليمنى وال1000 نقطة من الجهة اليسرى، وبالتالي عند خصم 1000 نقطة من الجهة اليمنى سوف يتبقى 0 نقطة، وعند خصم 1000 نقطة من الجهة اليسرى سوف يتبقى 4000 نقطة. والشركة سوف تعطيني على الأسبوع الأول 10% من 1000 نقطة، يعني 100 يورو. في الأسبوع الثاني فلنفترض أن رشيد أخذ مكانا في الجهة اليسرى، وعادل مع فاطمة أخذوا أماكن في الجهة اليمنى. رشيد اشترى باقة 500 يورو، عادل اشترى باقة 100 يورو، وفاطمة اشترت باقة 3000 يورو. هذا بالنسبة للأسبوع الثاني. وكذلك هؤلاء الأشخاص سواء سلمى وأحمد هم من جلبهم أم أنا أم الأشخاص المتواجدين فوقي. إذن في هذا الأسبوع الثاني عندي عدد النقاط المتواجدة في الجهة اليسرى هي 4500، أي 500 نقطة لرشيد زائد 4000 نقطة المتبقية من الأسبوع السابق. أما الجهة اليمنى فسوف أمتلك 3100 نقطة، 3000 نقطة لفاطمة و100 نقطة لعادل. إذن في هذا الأسبوع الثاني سوف أتحصل على 310 يورو، وهي 10% ل 3100، لأن الجهة الضعيفة هي الجهة اليمنى كذلك. وسوف يتبقى لي في الجهة اليسرى 1400 نقطة. فلنفترض أن الأسبوع الثالث كذلك ظهر أناس آخرين عندي في الشبكة، فعلي اشترى باقة 3000، فهد اشترى باقة 1000، أنس اشترى باقة 1000، حسن اشترى باقة 5000. إذا عندي ما مجموعه في الجهة اليسرى 5400 نقطة، أي 1400 نقطة المتبقية من الأسبوع الثاني زائد 4000 نقطة المتحصل عليها هذا الأسبوع، أي 5400 نقطة. أما على الجهة اليمنى فعندي 6000 نقطة، 5000 نقطة لحسن زائد 1000 نقطة لأنس، لأنه لم يتبقى لي نقط من الأسبوع الفارط. إذا في هذا الأسبوع الثالث وفي هذه الحالة سوف أتحصل على 540 يورو، وذلك 10% مقابل العمولة على الجهة الضعيفة والتي هي الجهة اليسرى. وهكذا دائما ما تخزن لي النقط المتبقية في الجهة الأكثر استحواذا على النقط، وأتحصل على الأرباح دائما على على الجهة الأقل نقاط. هذا بالنسبة للعمولة على الشبكة. بالنسبة للأرباح فإني سوف أتحصل على 60% من هذه الأرباح كاش، يعني يمكنني سحبها، و40% سوف تذهب إلى تريدين أكاونت، يعني أنني يمكنني شراء توكنز وبالتالي شراء عملة الوان كوين، يعني تعدين عملة الوان كوين وبيعها في المستقبل إن شاء الله. هذا بالنسبة للطريقة الربحية الثانية. سوف نتطرق إن شاء الله مع طريقة ربح أخرى في فيديو تاني آخر.